بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. بالنسبة للدعاء والقضاء، هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، الدعاء يرد القضاء. الدعاء يرد القضاء، والدعاء من القضاء. أعتقد أن المسألة الآن أصبحت واضحة. يعني الدعاء ذاته من القضاء، من القدر، حتى لا يتصور أحد أن الأدلة متضاربة. لا، الحق يخرج من مشكاة واحدة. فالدعاء يصعد إلى السماء وهو من القضاء، والقضاء ينزل من السماء، فيلتقي الدعاء بالقضاء يعتلجان أي يتدافعان إلى يوم القيامة. إن قدر الله الدعاء في وقت نزول القضاء فالدعاء من القضاء، والقضاء ينزل بأمر الله لا يتأخر في وقته وفي حينه. فإن قدر الله دعاء التقى بهذا القضاء تعالجا يعتلجان أي يتدافعان، وبذلك يكون قد نفذ القضاء أي من السماء، وبذلك يكون قد قدر الله عز وجل لهذا القضاء أن يدفع أيضا بالدعاء. فالدعاء يرد القضاء ولا تعارض. القدر نافذ، والمسألة فيها تفصيل يحتاج إلى وقت طويل. فمراتب القضاء والقدر خمس مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وهذه تحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكر الآن، وسأفصل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، ربما في 10 حلقات أو 15 حلقة في حلقة، وأنا أتحدث عن الركن السادس من أركان الإيمان بالله في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب، وأنا أتكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بإيجاز، المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة تشتمل على 5 تقادير. التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري حين تكون النطف في الأرحام، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. والتقدير اليومي مشتق من التقدير السنوي، والتقدير السنوي مشتق من التقدير العمري، والتقدير العمري مشتق من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مشتق من التقدير الأزلي. هذا كلام كبير وطويل ويحتاج إلى تفصيل، وأنا أعلم أن الإجمال في قضية القضاء والقدر إخلال. أعلم أن الإجمال في هذه القضية إخلال، لكن هذا ما يحتمله الوقت الآن. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة. يعني ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله، وهذا تحتاج إلى تفصيل أيضا. ونفرق بين مشيئة الرب سبحانه وتعالى وبين مشيئة العبد، لأن لله مشيئة ولأن لي مشيئة ولأن لك مشيئة. فما الفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد؟ وهل تعترض مشيئة الرب مع مشيئة العبد؟ وهل العبد مسير بالفعل والله جل وعلا قد حكم عليه وأجبره بفعل شيء ثم حاسبه عليه؟ هذا وهم وهذا خلل، لأن الله تبارك وتعالى عدل، وسأفصل هذا بإذن الله تعالى. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر، وهي المرتبة الأخيرة معذرة، هي مرتبة الخلق، بمعنى والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا خالق الإنسان وخالق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون، خلافا للفرق الضالة في مبحث القضاء والقدر كالقدرية الجبرية وكالقدرية النفاة. وسأفند بإذن الله جل في علاه شبهات القدرية الجبرية وشبهات القدرية النفاة في حينه. المهم أن الدعاء يرد القضاء، والدعاء ذاته من القضاء، والأمر يحتاج إلى تفصيل لا يتسع الوقت لذكره الآن. وأسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء، وأن يرزقنا وإياكم الدعاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. طيب.